هذه الحلقة 28 عن رمضان الحقيقي الذي ضاع منذ زمان. كما قلنا نحن على أبواب رمضان المبارك، وهو شهر ثابت لا يدور في ليالي طوال في فصل الشتاء من 6 ديسمبر إلى غاية 4 جونفي. إذا تكلمنا أن ليلة القدر يقع فيها أمور عظيمة وحكيمة، ويفرق فيها كل أمر حكيم، ويرسل فيه الأنبياء، ويختار فيها الأنبياء كما قلنا، وينزل الوحي، ويفرض أول شيء وهي الصلاة. إذا كما ذكر لنا في سورة الدخان قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. تقع فيها أمور عظيمة وحكيمة، ويرسل فيها المرسلين، أي يختار فيها الأنبياء والمرسلين. قوله تعالى: لا زلنا مع قصة نبي الله عيسى، قال إني عبد الله، فولد في شهر رمضان. وفي ليلة القدر ماذا وقع؟ تكلم وتكلم وهو رضيع بالوحي. قوله تعالى: قال إني عبد الله وهو رضيع. أمور عظيمة تقع في هذه الليلة، وهذه لا شك فيها ولا غبار فيها، بأن تكلم نبي الله عيسى في شهر رمضان في ليلة القدر، خاصة في ليلة القدر التي قال الله فيها يفرق كل أمر عظيم أمرا من عنده.